انت عارف ان اي ام جي زمان ما كانتش تبع مرسيدس اصلا؟ ايوه زي ما سمعت كده. اسمع الحكايه. دول كانوا مجرد جوز مهندسين شغالين في جراج قديم لحد ما عملوا عربيه زغلله عين مرسيدس. في الستينات مرسيدس تقريبا وقفت اغلب نشاطها الرياضي، وكان في ساعتها 2 مهندسين مجنونين بالموضوع ده، فقرروا يسيبوا مرسيدس ويفتحوا ورشه تعديل خاصه بيهم وسموها اي ام جي. كانوا بياخدوا عربيات من مرسيدس يعدلوها ويسابقوا بيها ويهينوا شركات تانية على التراك. مرسيدس ساعتها كانت شايفه ان عربياتها بتعدل من وراها وبتكسب، بس اللي زغللهم ونور العلامه دي في عينيهم اللي حصل في الثمانينات. اي ام جي عملت عربيه اسمها ذا هامر. جابوا مرسيدس عاديه وتحديدا فئه الاي كلاس وحطوا فيها موتور 8 سلندر عشان تطير بسرعه 300 كيلومتر في الساعه. العربيه دي كانت اسرع من فيراري توستاروسا ولامبورجيني كونتاش، وخلت شكل مرسيدس قدام العالم مش ولا بد. ازاي ورشه صغيره تحت السلم بتعمل عربيات اسرع من المصنع الاساسي نفسه؟ هنا مرسيدس ترجمت اللعبه وقالت لك طب ما بدل ما احاربهم اضمهم تحت جناحي، كده كده كانوا عيالي، لان الناس دي لو فضلت بره هتغطي عليا. وبالفعل اشتروا اي ام جي والمهندسين بتوعها بقوا هم مسؤولين قطاع الاداء الرياضي في مرسيدس. ساعتها مرسيدس ما اشترتش اي ام جي عشان تزود مبيعات، هي اشتريتها عشان تكمل الحته اللي ناقصاها، السرعه والتعديل، وتحول الورشه المتمرده لاقوى براند محركات اداء عالي في العالم. تفتكروا مرسيدس لو ما اشتريتش اي ام جي في وقتها كان زمانها لسه مكمله لوحدها وبتنافسهم، ولا كانوا رفعوا الرايه البيضاء بدري بدري للعملاق الالماني؟ وبس كده. لو بتحب حكاوي العربيات اعمل لي فولو. انا عمر عباري، سلام.